بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من مطبخ نادر سليمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم الجلاش. الجلاش طبعا كلنا بنحبه. والجلاش طبعا المورق البلدي اللي اتعمل في البيت وفي المصانع. احنا النهاردة إن شاء الله مطلوب مننا في المحل بتاعنا حوالي كمية كده 4 كيلو دي هنعملها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، مفرول وناعم زي ما انتم شايفين مورق أهو. هنبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض المقادير بتاعتنا. هنعمل النهاردة إن شاء الله 4 كيلو دقيق. طبعا يعني الكمية دي كبيرة لأن احنا هنعجنها في العجان طبعا زي ما انتوا عارفين، لأن دي عاملينها للمحل. 4 كيلو دقيق بياخدوا 200 جرام زيت، بياخدوا حوالي 2 كيلو مية، بياخدوا حوالي من 40 جرام ملح زي ما انتوا شايفين اهو. هنعجن إن شاء الله كله العجين مع بعضه، كله هيتحط على بعضه في العجان إن شاء الله. هنعجنه مع بعضه، وإن شاء الله بعد كده الكميات الصغيرة النص كيلو هنعملها لكم في حلقة تانية بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده هنحط كله في العجان مع بعضه، الدقيق والمية والزيت مع بعض كله. زي ما انتوا شايفين كده عجناهم، وهنبدأ طبعا نوزنهم. طبعا الكيلو الدقيق بعد العجين بحوالي كيلو 600 جرام عجين. الأربع وزنات بالأربعة كيلو 600 جرام. زي ما احنا وزناهم كده نعمل لهم 4 وزنات ب4 فردات زي ما انتوا شايفين، 4 رولات يعني. كله هنلف كل رول زي كده. آه، 4 رولات ل4 وزنات. كل رول ما يعادل كيلو دقيق. بعد العجين بيطلع كيلو 600، بعد طبعا المية والزيت والدقيق بتاعه. ان شاء الله باذن الله. احنا طبعا بنعمل عشان دي طلبيه مطلوبه مني، حوالي من 6 كيلو او من ست سجان او 6 سجان ونص. عشان كده عملت الكميه ديت، بس حاولت اصور معاكم واحنا بنشتغل شغل المصانع زي ما انتم شايفين كده. تشوفوا كده مش على قد بقى شغل البيت وكده، يعني ده يعتبر شغل المصانع زي ما انتم شايفين كده. ده من المصنع عندي. هبدأ ألف 4 رولات زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نريحهم شوية بتاع حوالي 10 دقايق ربع ساعة عشان نبدأ نقطع ونشتغل فيهم بإذن الله. أنا كده عملنا ال4 رولات اهمت من ال4 وزنات. كل وزنة كيلو 600 جرام. هنغطيهم بس كده ونسيبهم لمدة 10 دقايق ربع ساعة عشان نبدأ نقطع ونشتغل على طول إن شاء الله. وهنبدأ بقى نجيب النشا بتاعتنا برضه، نحضرها زي كده. طبعا النشا احنا بنحطها وبنستخدم معاها تدريجي، بنستخدم نشا تدريجي. طبعا انت لو عملت نص كيلو دقيق في البيت هياخد معاك حوالي من ربع كيلو نشا وبتحطها تدريجيا يعني. تحطهم جنبك كده ونبدأ نشتغل منه. احنا كده بعد راحة العجين هنبدأ نجيب أول رول. هنبدأ طبعا نظبطه كده قدامنا على الرخام اهو. عشان نبدأ نقطعه قطع. ممكن نقطعه 15، نقطعه 16، نقطعه 14 زي ما انت عايز. بس انا هقطعه دايما بظبط على 16، يعني يبقى 16 رقة. زي ما انت حضراتكم شايفين كده هبدأ اقطعه على 16 قطعة. طبعا ال16 قطعة دول طبعا هنبدأ ننشفهم دي الأول، نحطهم في النشا الأول كده عشان نعملهم طبقات فوق بعض. هنبدأ بس نظبط ال16 زي بعض. لو حتة عجينة زي ده ولا حاجة نوزعها عليهم عشان يبقى العجين كله قد بعضه، عشان تبقى الرقة قد الرقة يعني، متبقاش حتة كبيرة وحتة صغيرة كده. زي ما انتم شايفينهم اهوت. هنبدأ نحطهم في النشا، نبدأ نرصهم على بعض كده الأول في النشا عشان ما عادش يلزقهم، ويبدأوا نحطهم على بعض. آه ان شاء الله باذن الله العجينه سهله وبسيطه. طبعا الناس كلكم في البيت بتستصعبوا حته الفرد البقلاوه وكده. هي ان شاء الله سهله وبسيطه جدا. لو تابعتونا ان شاء الله هتلاقي الموضوع بسيط وسهل. طبعا احنا عشان عاملين كميه كبيره، وان شاء الله بعد كده طبعا البقلاوه لها اصناف كتير، حوالي من اصناف ل10 12 13 صنف، اشكال كتير بتطلع من نفس العجينه دي. هي دي عجينه البقلاوه، تطلع من ضمنها الجلاش البلدي طبعا على اصوله زي ما انتم شايفين كده. قطعنا 16 زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نحطهم على بعض، كل 16 قطعة لوحدهم اهو. هنبدأ بس نفردهم بقى طبعا بالنشا كده. هنملس نشا على الرخامة كده، نبدأ نفردهم طبقات. وبين كل طبقة وطبقة هنحط طبقة نشا زي كده. نبدأ نفردها طبقات زي ما انتم شايفين كده. وبين كل طبقة وطبقة طبقة نشا زي ما انتم حضراتكم شايفين اهو. اهم حاجه طبقه النشا دي عشان ما الدقيق لو شرب النشا بتاعته ما يلزقش في بعضه، وعشان تبقى طالعه مورقه. هي التوريقه كلها اهم حاجه نحط طبقه النشا. هي دي اللي هتخلي التوريق بين كل طبقه وطبقه. اهم حاجه طبقه النشا اللي ما بين. طبعا دي في الاول بنحطهم على بعض بس كده الاول لغايه ما نخلص الكميه بتاعتنا زي ما انت حضراتكم شايفين كده اهي ال16
طبقة اهم. هنبدأ طبعا كده الاربع فردات قدامنا اهم زي ما انتم شايفينهم، كل طبقة كل فردة 16 طبقة. وهنبدأ ان شاء الله نشيل بقى وننضف رخامتنا بقى عشان نبدأ نفرد عليها طبقة طبقة يعني. هنبدأ نجيب صينية ولا حاجة نشيل التلات طبقات التانيين على جنب، وعشان نحط طبقة طبقة قدامنا ونبدأ نفردها زي ما حضراتكم شايفين كده. هنشيل تلات طبقات اللي هما تلات فردات على جنب، وهنبدأ نجيبهم واحدة واحدة نفردهم. هنغطيهم بس كده عشان ما ينشفوش من الهوا طبعا، وهنبدأ نشيلهم على جنب، وهنبدأ نظبط رخامتنا ان احنا نبدأ نفرد زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ طبعا نقسم كده تنسيمة خفيفة من النشا، وهنبدأ نجيب طبقة طبقة زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحط طبقة النشا بين طبقات العجين زي كده. أهم حاجة الطبقة دي تكون مظبوطة بحيث إن هي ما تلزقش ببعضها مع الفرد. زي ما حضراتكم شايفين كده هنبدأ نحط 16 طبقة بين كل طبقة وطبقة طبقة نشا، بحيث إن هي تبقى أهم حاجة طبقة النشا تبقى مظبوطة زي ما حضراتكم شايفين كده أهو. أهم حاجة طبقة النشا اللي ما بينهم زي ما كده حطينا 16 على بعض زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ طبعا نبطهم كده بإيدينا بحيث إن احنا زي ما حضراتكم شايفين كده هنبدأ نبطها بإيدينا كده في الأول زي كده 16 على بعض زي ما حضراتكم شايفين أهو. وهنبدأ نقلبها برضو عشان تبقى الطبقات قد بعضها، اللي ما تبقاش طبقة طويلة وطبقة قصيرة. نبدأ نقفلها برضو ونبدأ نبطها كده من فوق زي ما انتم شايفين كده. هنبطها كويس جدا زي كده. وهنبدأ نجيب الشبك بتاعنا، طبعا هنبدأ بالشبك كده ان احنا واحدة واحدة. ايوه زي كده هنبدأ واحدة واحدة بحيث ان احنا نخليهم زي بعض الطبقات، وهنبدأ نقلبهم من وقت لآخر بحيث ان يبقوا زي بعض. ما تبقاش اللي تحت نقلبها زي كده عشان اللي تحت ما تبقاش قصيرة واللي فوق طويلة زي كده. نبدأ نظبطهم على بعض واحدة واحدة. طول ما احنا بنفرد في مراحل الفرد هنبدأ نقلبها يعني وش وظهر زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما حضراتكم شايفينها اهي بسيطة خالص زي كده. وهنبدأ بعد كده برضو نجيب النشابة بتاعتنا. طبعا احنا هنعمل بالشبك كده بس مؤقتا نفردها فردة بسيطة كده نسويهم في بعض، وبعد كده نجيب الشبك بتاعنا النشابة بتاعتنا الطويلة. طبعا النشابة دي مهمة لأن دي تبقى ماشية على الطبقات كلها عشان ما تبقى كلها متساوية زي كده. هنبدأ طبعا نقسمها نصين. دي حاجة اسمها فتح العجين. نجيب نص طبقات العجين على الشبك على النشابة كده، ونبدأ نلمها على النشابة بتاعتنا، ونبدأ ناخد التمانية وتمانية كده. طبعا بالنظر يعني تمانية وتمانية كده بالنص زي حضراتكم ما شايفين كده. نصها دي حاجة اسمها فتح العجين. نخلي اللي في النص يطلع فوق طبقة فوق وطبقة تحت زي كده. هنلف النشابة بتاعتنا زي كده ونبدأ ننزلهم تاني. أصبحت اللي كان تحت بقى في النص، واللي كان فوق بقى في النص، واللي كان في النص طلع طبقة فوق وطبقة تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. ليه بقى الكلام ده؟ عشان أول حاجة تخليها تبقى ما تلزقش ببعضها، ولو حاجة بدأت تلزق في الأول نحط لها رشة نشا خفيفة ولا حاجة زي ما حضراتكم شايفين كده. نبدأ نظبطهم على بعض كده أهو زي ما انتم شايفينها كده. ونبدأ بقى بالنشابة بتاعتنا اهي ناخد يمين وشمال زي كده. ومعانا الشبع برضه لو حتة تخينة ولا حتة رقيقة نبدأ نمشي عليها. طبعا انا بعمل بالشبع عشان اسهل لكم الموضوع، عشان ممكن تكون النشابة طويلة عليكم وتتعمل لكم مشكلة عشان مش متعودين عليه. ببدأ اسوي بس اهم حاجة التسوية دي. بالنشابة هبدأ ألم عليها على طرف النشابة كده العجين زي ما كنت يمين وشمال كده. ببدأ ألم لجوه والبره كده بحيث إن العجينة تتفرد معايا أكتر يمين وشمال من كل الاتجاهات. باخدها يمين وشمال من كل الاتجاهات بحيث يبقى العجينة مساوية، ما تبقاش حتة تخينة وحتة رقيقة زي ما انتوا شايفينها كده. باخدها من كل الاتجاهات بحيث إن يبقى 16 طبقة مظبوطين معايا، ما تبقاش واحدة ناحية تخينة وناحية رقيقة أو حتة فيها عجين أو كده، بحيث إنها تطلع مورقة من الفرن كلها نفس زي ما انت حضراتكم شايفين. باخدها على النشابة من اليمين ومن الشمال اهو. باخدها لجوه واطلع بها لبره زي كده بحيث ان هي تتمط العجينة معايا وتفرد معايا بطريقة متساوية وكده زي ما حضراتكم شايفين اهي. العجينة ما شاء الله ماشية معايا جميلة وسلسة خالص اهي يمين وشمال بالنشابة زي ما انتم شايفين كده اهي. وما شاء الله لا اتقطعت مني ولا شيء، والعجينة زي الفل زي ما حضراتكم شايفينها كده. هنبدأ طبعا احنا كده خلصنا فرد اهوت. بنظبط بس كده ايه اللمسة الأخيرة بتاعتها، لو حتة طويلة حتة تخينة أو حتة رقيقة أو كده نبدأ نظبطها ببعضها. وهنبدأ إن شاء الله بعد كده في تقطيع المربعات اللي هتتعمل اللي هو الجلاش بتاعنا. هنبدأ حسب ما أنت عايزة مربعات طويلة بالطول وبالعرض كده. هنقطع مربعات بالمسطرة بتاعتنا زي ما أنتم شايفين كده، وأنا بالتقدير كده يعني احنا عشان إيديا واخدة على القطعة، فأنت بالتقدير مربع صغير مربع طويل زي ما أنت عايز. زي ما حضراتكم شايفين كده بقطع بالطول وبالعرض المثلثات بتاعتي، وإن شاء الله بإذن الله هتبقى طالعة معانا مورقة وزي الفل، والموضوع سهل وبسيط.
وان شاء الله المقادير الصغيره اللي هي بتاعه النص كيلو هنبقى نكتبها لكم في مقادير الوصف، او احنا هنكتب المقادير الكبيره ديت ونعرفكم المقادير نص كيلو او كيلو حسب ما انتوا عايزين. هنكتب مقادير النص كيلو في صندوق الوصف، وان شاء الله لو في اي تعليقات انا منتظر تعليقاتكم ان شاء الله ونرد عليها. وان شاء الله طبعا هنكرر العجين ده كتير، لان معانا اصناف كتير في البغاشة والعش والبقلاوة وحاجات كتير اوي. عجينة البقلاوة دي بتطلع منها اشكال كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين كده بالطول وبالعرض اهو. بدأنا ان احنا نقطع مربعات، وطبعا العجينة ما شاء الله شكلها جميل ومش مقطعة مننا، والعجينة زي الفل. هنبدأ طبعا نقطع المربعات بتاعتنا، وهنبدأ نقفل الطرف، كل طرفين عكس بعض نعملها مثلث، يعني الطرفين العكسيين لبعض هنعملهم مثلث. على فكرة مش حاطط حشوات، لأن طبعا مطلوب الجلاش يطلع زي كده عشان لو ولا حاجة. ممكن أعمله بالكريمة، ممكن أعمله بمكسرات زي ما انتوا شايفين كده. شوف كل طرفين قصاد بعض ما شاء الله العجينة مورقة اهيت، ماهيش لازقة ببعضها، كل ورقة لوحدها. ده جلاش بلدي بتاع زمان اللي يعني ما يعلاش عليه. سيبكوا بقى من الجلاش اللي هو الوقت بتاع اللي بيجي جاهز ده بقى ناشف وعامل زي الازاز واحنا بناكله. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله العجينه اهيت اهي، ما فيش مورقه. شوفوا عاملين ازاي كل طبقه لوحدها اهي. بسم الله ما شاء الله العجينه جميله وسهله وبسيطه. احنا بس يمكن عشان احنا عاملين كميه كبيره شويه فالموضوع بسيط يعني. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. هنبدا بعد كده طبعا بعد ما عملناها كلها مثلثات زي كده هنبدا نرصها طبعا في الصاج بتاعنا بعد كده. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ورقه ورقه بتتعدي زي ورقه الكراسه. شوف عجينه جميله وزي الفل. هنبدا بعد كده ان شاء الله نرصهم في الصاج بقى طبعا مثلثات عاشق ومعشوق. هتبدا ترص في الصاج باذن الله. واحنا زي ما انتم شايفينها كده خلاص يعني هنبدا نرص طبعا اهي في الصاج زي ما انتم شايفينها كده اهي. المثلثات طبعا نفس الرصه زي ما انتم شايفينها كده اهي. دي الرصة اهيت عاشق ومعشوق زي ما انتوا شايفينها كده. هنبدأ زي ما انتوا شايفين الرصة بسم الله ما شاء الله كده اهي شكلها جميل. هنبدأ طبعا بعد ما رصيناها في الصاج بتاعنا هنبدأ طبعا نعطيلها السمنة بتاعتها. دي السمنة الهانمة زي ما انتوا شايفينها، هي السمنة طبعا عالية، ما هي السمنة ده يعني سمنة جميلة وكويسة من السمنات الكويسة جدا. ريحتها حلوة وطعمها جميل اهي. نبدأ بقى طبعا بنحط على قد ما تاخد، نحطها بالراحة كده ونبدأ نمشي السمنة فيها كده بحيث انها تمشي زي ما انتم شايفين كده، لا بزيادة ولا بنقص. هنحط شوية كده بحيث السمنة تدور فيها زي ما انتم شايفين شكلها كده اهي. هي بتاخد لها حوالي من نص كيلو، الصاج بياخد لها حوالي من نص كيلو سمنة زي ما انتم شايفين كده. الصاج ده 40 في السن زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله، ولا أروع من كده. شكلها جميل وحلو. هتخش درجة الحرارة على 170 أو 180، هتاخد لها حوالي من نص ساعة أو من حوالي تلات أرباع ساعة. وده العسل بتاعنا طبعا. العسل طبعا عبارة العسل اللي هو تقيل شوية، ممكن كوبايتين سكر وكوباية مية. هو ده العسل اللي هو بيبقى نص تقيل. وزي ما كنت شايفينها دخلت الفرن تلات أرباع ساعة، طلعت ما شاء الله مورقة وزي الفل اهي. دي قبل ما نحط لها العسل، طالعة بسمنتها، سمنتها مظبوطة، ما هي زيادة ولا حاجة زي ما انتم شايفين كده. وده العسل بتاعنا طبعا بيبقى بارد، عاملينه طبعا من قبل ما نخش اهي. ونبدأ نسقي العسل بتاعنا ما شاء الله، ولا أروع من كده. الجلاش طالع 100% ممتاز، شكله جميل ما شاء الله، محمر ذهبي زي سبائك الذهب ما شاء الله، ولا أروع من كده. نبدأ نسقيه واحدة واحدة كده لحد ما نسقي الصوص كله واحدة واحدة كده لحد ما تشرب. ونسيبها بعد كده شوية لحد ما العسل تشربه كويس وتدوب. هتلاقي الورقة بتاعتها ناعمة وجميلة زي ما انتم شايفينها كده بسم الله ما شاء الله، ولا أروع من كده اهو. هذا ديت بسم الله ما شاء الله بعد ما سقيناها وظبطناها اهو زي ما انتم شايفينها كده بسم الله ما شاء الله. طبعا بعد ما تشرب العسل بتبدأ تهدى لونها كده، يبدأ اللمعة بتاعتها تبان. طبعا كده ده كمية الجلاش بتاعتنا بسم الله ما شاء الله طالع معانا زي الفل اهوت اهو، ولا أروع من كده. بسم الله ما شاء الله جميل اهو. شوفوا كم صاج، حوالي 6 سجان اهمت. دي كمية ال4 كيلو دي بتوعنا بسم الله ما شاء الله. جلاش طالع لونه جميل ومورق وزي الفل، ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. حاجة جميلة خالص، جلاش بلدي 100% بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين شكله كده، ولا أروع من كده اهو. شوفوا عامل ازاي، شوفوا الورق بتاعه مورق وعامل ازاي بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو بتاعنا طبعا اللايك والشير بتاعكم باذن الله، والاشتراك في القناه عشان ده بيشجعنا على فيديوهات جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.